مجرد تهاونك المرات الكتير اللي انت بتفوتها لطفلك لما يغلط في بعض نطق الأصوات، خاصة بعد سن 3 سنوات، ممكن تثبت اللدغة أو اللسغة عند الطفل. يعني لو طفلك عنده مشكلة في نطق بعض الأصوات وانت بدأت تعديله، بالذات لما يكون سنه كبر على نطق الصوت ده، يعني طفلك مثلا لو بيقول الجيم دال أو الجيم تاء بدل جمل تمل، أو بدل كتاب تتاب، وانت فوتت الموضوع، لا ده مش صح. طيب، الاصوات اللي فيها مشاكل زي مثلا تحول صوت السين الى مثلا ثاء، او تحول صوت السين مثلا الى سين جانبيه، يعني صوت هوائي، دي محتاجه برضو تدخل من بعد 3 سنين ونص الى 4 سنوات. قبل كده الطفل بيكون صغير، بعد كده الطفل لا، انت مش محتاج انك تستنى عليه المدة الزمنية دي كلها، لان كل ما يتأخر كل ما الموضوع بيثبت عند الطفل، فانت مش محتاج تدخل طفلك في دايلاما او دوامة بتاعت نطق الاصوات والتخاطب وخلافه. لو انت معرفتش تعمل كل ده مع طفلك او تحاول تساعده، مفيش مشكلة انك تتوجه لاخصائي التخاطب، هيساعدك قطعا.